وحشتوني جدا جدا جدا. يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى تحطوا لايك للفيديو. والنهارده بقى ليا عندكم كده، ليكم عندي مفاجاه كبيره قوي. اول حاجه كده، انا نزلت بقى العتبه وجبت حاجه كنت هموت واجيبها من بدري قوي، من اول ما فتحت القناه. فيلا بينا بقى كده نعمل عنها كده ريفيو سريع، واقول لكم رايي فيها ايه، ونطلعها مع بعض ونشوف هنستخدمها مع بعض ازاي. جبت يا جماعه التريبود اللي كنت هتجنن عليه من بدري قوي، ونفسي اجيبه علشان يسهل لي في التصوير واطلع لكم احلى جوده في الفيديوهات. فتعالوا بينا بقى كده نشوف شكله عامل ازاي، واقول لكم مواصفاته، واقول لكم سعره، واقول لكم كمان جبته منين، علشان لو في واحده لسه مبتدئه تعرف تنزل يعني تجيبه منين على طول. لان انا عايزه اقول لكم سالت يوتيوبرات كتير ومحدش فيهم كان بيرد عليا، ولا حد فيهم كان بيديني عقد نافع. فانا حبيت دلوقتي اقول لكم تجربتي معاه، وكمان يعني اقول لكم شكله واعمل لكم كده ريفيو سريع عنه. فيلا بينا. اول حاجه كده، هو اسمه جلوكاما. بصوا هحط لكم برده صورته في الصوره المصغره يعني عشان تعرفوا شكله ايه، وبرده هحط لكم صورته في نص الفيديو كده. فتعالوا بقى بينا ايه نفتحه كده ونشوف شكله مع بعض. اول حاجه بصوا، هو شكله عامل كده بالظبط، تحطي على الموبايل. وهو طوله 150 سنتي، يعني متر ونص. وليه 3 مستويات، مستوى اول وتاني وتالت. وكمان بصوا معاه طبعا دي لسهوله التحرك، يعني هو اصلا بيلف بزاويه 180 360 درجه، افقي وعمودي. وبصوا هنا كمان معاه هولدر للموبايل، تحطي عليه الموبايل، ومعاه كمان ريموت للتحكم في الكاميرا، بس صور بس مش فيديوهات. فيلا بينا بقى ايه نشوفه مع بعض. بص، هو اول حاجه كده رميت الكرتونه. اول حاجه كده بيبقى فيه شنطه لسهوله التحكم يعني والتنقل بيه. يعني بصوا هي بتتلبس كده، فحلو قوي زي ما قلت لكم كده، مع شنطه لسهوله التنقل بيه. وهو كمان مش تقيل قوي، يعني هو سعره يعني تقوله قصدي وزنه خفيف جدا، مش تقيل قوي. هو تقريبا كيلو، مثلا كيلو 200 جرام حاجه زي كده، فمش تقيل بصراحه. تعالوا بقى ايه نشوف خامته من جوه وشكله عامل ازاي. اهو الاسم بتاعه جلوكاما. كان في اسامي تانية، بس دي يعني اكتر ماركه حسيت ان هي كويسه. في ماركه نيفو برضو بيقولوا عليها كويسه جدا، بس ما لقيتش الاصلي، كان مضروب فكان ارخص من ده. فانا عرفت ان هي مضروبه بسبب كده يعني، فاخترت ان انا اجيب جلوكاما دلوقتي. وهو برضو يعني كشكل حلو وكل حاجه. هوريكم دلوقتي. بصوا اول حاجه الكيس بتاعه، وكمان هو جاي في جوه كده، جاي يعني جواه كيس بلاستيك كده كان متغلف بيه برضو. هنا بقى ده المحتويات بتاعته. التريبود اهو، وده الهولدر بتاعه اللي بيتحط عليه الموبايل، يعني بيمسك الموبايل. وده كمان الريموت الصغنطوط ده. بصوا انا بصراحه قررت ان انا مش هطلعه من الكيس حفاظا عليه يعني. اهو شكله ريموت صغنون خالص، يعني هو تقريبا بصوا عقلتين كده، عقلتين صغار. بصوا اهو، ده بقى التريبود اهو. بس اول حاجه هو بيتفتح كده، بيتفتح كده عادي جدا اهو. هنا بقى اللهم صل على النبي، في بقى المستويات بتاعته اهي. هتعملي كده اول مستوى، هتفكي كمان البلاستيكه دي، كمان القفل ده تاني مستوى اهو. هفتحه واوريهولكوا ولا نفتحه مع بعض؟ استنى اهو. بصراحه فرحانه بيه جدا ومبسوطه ان انا جبته، الحمد لله الحمد لله. بصراحه مع محمد يعني ساعدني في اللي انا اجيبه. نزلت بقى خدت اخواتي وخدت كمان خالتي، ونزلت جبته من العتبه. كان عندنا فرح مش نازلين نجيب تريبود بس. عايزه اقول لكم والله يعني فرحت اول ان انا نزلت جبته. انا كنت اجيبه من امازون على فكره، ونفس الموضوع. انا فتحته اهو، وهو ما شاء الله طويل. هحطه على الارض دلوقتي واقول لكم ايه شكله وطوله وكده. وبصوا هنا الحته دي كمان فيها زي بتربطيها كده عشان تثبت يعني. بصوا انا كده ربطتها كده، مش هتطلع ولا تنزل معايا، بس كده. تعالوا بصوا بقى هنا، اللهم صل على النبي. بتحطي بقى عليه الموبايل هنا كده، وبتتحكمي فيه بقى من الناحيه دي. بصوا المستوى التاني، انت ممكن تعملي كده كده وترفعيه. بصوا ما شاء الله عليه، حلو قوي. في كمان هنا ميزان ميه، في ميزان ميه هنا عشان تظبطيه، وفي كمان ميزان ميه من فوق هنا. ثواني اهو، عشان برضو ايه تظبطي ايه الستاند معاكي. هنا كمان بصوا دي بتتهز كده، بس هو اصلا برضو بيتربط من هنا عشان تثبت اكتر كده. بصوا ثبتت معايا. تعالوا بقى ايه الهولدر بتاعه اهو، برضو بيتربط من هنا كده. هربطه واوريهولكم ثواني كده. بقى التريبود خلاص انا ركبته معاكم،
وده كده الطول بتاعه، بصوا لحد فين اهو. ده كده الهولدر بتاع الموبايل، وهو بصوا اطول مني، هو كده اطول مني اهو مني. والله انا طولي المفروض 156، بس مش عارفه بقى هو ده لحد كده مثلا 150 وده زياده ولا ايه، في الغالب كده يعني. بس ده كده بقى شكله. وفي كمان من هنا هاند كده علشان لصوره التحكم فيه يعني والتنقل بيه، برده حلو قوي. ودي البكره زي ما قلت لكم. بصوا لسه اشتغلوا عليه قوي برده، لسه ايه بفتتحه معاكم. بصوا هنا كده، تقصري بقى براحتك وتطولي براحتك، واللي انت عايزاه بقى تتحكمي فيه براحتك يعني. تحركي ايه بصوا يعني زي ما انت عايزه، من الاول للاخر وفوق وتحت. بصوا كده وكده. والهولدر برضو تتحكمي فيه زي ما انت ما عايزه. ممكن اصلا في هنا حركه كده مش عارفه الراجل ورهاني، اللي هو بيتقلب كده على الجنب. ثواني اهي. ممكن لو عايزه تعملي الموبايل كده على زاويه معينه تربطي تاني، يبقى كده عندك الهولدر ايه بالجنب كده. بس كده بقى حبيت اقول لكم يعني جبت ايه جديد. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. وكمان انا جايباه من العتبه، من اول شارع عبد العزيز. روحوا هناك واسالوا بيتباع فين، هيشاور نصه الف من هيدلك هو الطريق فين بالظبط. الناس هناك معروفه جدا. وانا جايباه من محل اسمه عمر الصيني. المحل ده اصلا معروف جدا، ده اللي انا اكتشفته يعني. وليه فيديوهات كتير على التيك توك، لو دخلتي على التيك توك وكتبتي عمر الصيني هيطلع لك. فاسالي بقى على العروض وعلى الاسعار، وكمان عنده توصيل. بس عامه لو رحت هناك في محلات كتير جدا هو وغيره يعني. انا كنت جايباه اللهم صل على النبي من هناك من كام يوم. وبس كده. لو لكم اي استفسار او اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، ويلا مع السلامه.